يا صباح الفل. ألف مبروك للنادي الأهلي الفوز بالسوبر المصري. الأهلي طبعا كان ليه زي ما بيقولوا الأبر هاند في الماتش. بيبدأ الماتش بتشكيل نسبة الخطأ فيه 1%. بدأ الماتش بشكل صحيح. يمكن الحلقة اللي فاتت اتكلمت في نهاية الحلقة، وجهت رسالة لكابتن أحمد عبد الرؤوف، قلت له بالنص: حاول تبدأ بالتشكيل الصحيح والأمثل ليك. الوقت اللي هتاخده علشان تصلح شكل الفريق، الوقت ده محسوب عليك وعلى الفرقة، لكن لا حياة لمن تنادي. كابتن أحمد عبد الرؤوف امبارح مش بعيب فيه، بس هو اشتغل على قد الإمكانيات اللي تحت إيده. يمكن جانبه الحظ أو التوفيق في اختيار أو البدء بالتشكيل السليم، لأن شيكو بانزا لازم يمشي، لازم يمشي في يناير. عمرو ناصر لازم يمشي في يناير. أحمد شريف لازم يمشي في يناير، ولاعيبة كتير. آدم كايد لازم يمشي في يناير. في لعيبة كتير احنا جبناها، احنا لسه ما نعرفش حاجة عن بارون أوشينج. المهدي سليماني اللي احنا ما شفناهوش غير ماتش واحد، ده شوط أو ما كملش شوط، احنا جايبينه في يناير علشان ما يكملش شوط. الشاهد في الموضوع ان كابتن احمد عبد الرؤوف بدأ بتشكيل خاطئ تماما. يعني ناصر ماهر بقى احسن لعيب عندي، واخد مان اوف ذا ماتش في اخر 3 ماتشات: ماتش البنك الاهلي، ماتش الجيش، ماتش بيراميدز. واخد مان اوف ذا ماتش. راجل بيلعب صانع العاب في مركز 10، 3 ماتشات ورا بعض واخد مان اوف ذا ماتش. ما تجيش النهارده اروح مغير مكانه واخسره. ما تجيش النهارده في ماتش كبير زي ده وماتش بطوله اغير طريقه اللعب، خليها 4-3-3 بما يتناسب مع مواجهة فريق الأهلي. لا، ما تلعب لعبك أنت الزمالك. فدي نقطة احنا بنتكلم عنها. شيكو بانزا اللي كل الدنيا بتتكلم عنه وبتقول إن الراجل ده لازم يمشي، خرج حازم إمام امبارح عن شعوره. من المرات النادرة اللي أشوف حازم إمام بيتكلم بالعصبية دي على لعيب، ومعاه حق، معاه كل الحق. فأفاجئ إن شيكو بانزا بيلعب أساسي، إن ناصر ماهر أنا غيرت مكانه، غيرت مركزه، ان عمرو ناصر بيلعب اساسي. انت شفت ايه من عمرو ناصر في الكام ماتش اللي انت مسكتهم؟ يعني انا نفسي اعرف ليه نبدأ ناقصين 2-3 لعيبة في ماتش مهم زي ده. امبارح تشوف تأثر اداء الوينجات، تعرفوا من فتوح وعمر جابر. عمر جابر مش عارف يطلع على شيكو فانزا، مش عارف يطلع الكرة من ناحيته. نفس الشيء ناصر ماهر، حاول وجاهد جدا لكن ما مش مكانه، يعني مش مكانه. فطبعا عايزين يعني أول مرة أشوف خسارة مفيدة. خسارة ماتش امبارح كانت خسارة مفيدة. ليه مفيدة؟ لأن احنا لازم نشوف السكواد بتاعنا عامل ازاي وسكواد الخصوم عامل ازاي. امبارح على سبيل المثال بيراميدز بيلعب بالاحتياطي، او فريق معظمه من الاحتياطيين، فبادئ بجاد حارس مرمى، في زيكو تحت راس الحربة، في ايفرتون، وفي عبد الرحمن مجدي. تخيل اللعيبة دي احتياطي في بيراميدز، اللعيبة دي احتياطي في بيراميدز. مش هكلمك عن الاهلي. الاهلي اللي امام عاشور وحسين الشحات لسه مصابين، وطلع تريزيجيه بتنزل بن رمضان، طلع جراديشيار بتنزل طاهر، في بره بقى عمر كمال ومحمد شريف وبيكم ده الاحتياطي. انا مش بكلمك على اللعيبه الاساسيه، مش بتكلم عن زيزو وتريزيجيه وبن شرقي وديانج ومروان، مش بتكلم على اللعيبه الاساسيه. ف موسم الانتقالات بتاعنا اللي فات ما كانش ينفع يتبني
على أنصاف لاعبين ولا أنصاف مدربين. فالهزيمة مفيدة لأنك لازم تفوق، لأن أنت جبت سكواد ما هواش أفضل شيء، أو كونت سكواد ما هواش أفضل شيء. آدم كايد ما يشيلش فريق، عبد الحميد معالي ما يشيلش فريق، عدي الدباغ ما يشيلش فريق، عمرو ناصر ما يشيلش فريق، أحمد شريف ما يشيلش فريق، بارون أوشنج ما يشيلش فريق. المهدي سليمان أنا نفسي أشوفه، بس هتوديه فين؟ هتلعبه على صبحي ولا على عواد؟ مش عارف. فزي ما بيقولوا اللي طلع الجمل النخلة هو اللي ينزله. جون إدوارد، انت جبت الناس دي، بعد إذنك اتصرف سوق الناس دي في يناير. محتاجين طرفين أساسيين أقوياء، مش محتاجين نجربهم، محتاجين طرفين في منتهى القوة. واحد مكان خوان بيتزيرا، واحد الناحية التانية اللي ما فيهاش حد، ما عندناش وينج ليفت. انا اسف، مصطفى شلبي وسيد نيمار اللي انت بعتهم للبنك الاهلي افضل من كل اللعيبه اللي انت جبتهم وافيد. فلازم نقف عند النقطه دي بشكل كويس جدا. احمد عبد الرؤوف للاصوات اللي بتنادي ان احمد عبد الرؤوف لازم يكمل ومش عارف ايه، الناس اللي بتزيد في الزيطه. احمد عبد الرؤوف مدير فني جيد، لكن محتاج وقت كبير جدا علشان يكون خبرات. احمد عبد الرؤوف امبارح كان بيدرب بلديه المحله مش الزمالك، فلازم نبقى عارفين ان القماشه اللي تدرب الزمالك حاجه تانية مختلفه خالص. فبعد اذنكم الاصوات دي تكتم شويه، تبطلوا فتي. ده رقم واحد. ده بالنسبه للمدير الفني. احنا عايزين مدرب، ما تقوليش نونو الميدا اصله كان شغال مع فريرة، اصل هنكرر تجربه جوميز. لا، مش عايز اجرب. انا مش عايز اجرب، انا كزمالك مش عايز اجرب. انا عايز حد اجيبه يدخل يسوق. عايز لعيبه ال 13 لاعب اللي انت جبتهم، لو ما جبتش كل العدد ده من اللعيبه وجبت لي 5 كواليتي كويس، انا كان زماني في حته تانية، سواء في الدوري، في السوبر، في اي بطوله انا داخلها. من حسن الحظ عندنا حوالي 70 يوم توقف، فنحاول قدر الامكان ان ال70 يوم دول نخرج من مطب ماتش سموحه اعتقد او بتروجيت، نخرج من المطب ده بنقط المباراه، مش بتعادل او نتيجه جيده. سيبك من الاداء الجيد دلوقتي، مفيش اداء جيد هيبقى في الزمالك دلوقتي مع المجموعه اللي موجوده، مع التركيبه اللي موجوده. التركيبه دي اللي هي مجلس اداره، مدير رياضي، مدير فني، سكواد ضعيف جدا، مش هيبقى فيه اداء جيد. بس احنا نحاول نخرج بالخبرات بنتيجه ال3 نقط، مش نتيجه تانية، مش نتيجه جيده، انا عايز ال3 نقط. تمام. فدي مطالب مشروعه جدا. انا محتاج على الاقل 2 وينجات وراس حربة قوي جدا يبقى مع سيف الجزيري، او 3 وينجات، واحد مع الفينا واتنين ناحية الشمال. انا عايز 4 لعيبة، عايز 4 لعيبة. فتاني هارد لك لجماهير نادي الزمالك، مبروك لنادي الاهلي. انا مش هتكلم عن التحكيم، وان كان انا عرفت الحكم ده ليه رئيس النادي نزل ضربه، فاللي هو لا تعليق على التحكيم بصرف النظر عن التحكيم. انت ما كنتش الاحسن على ارض الملعب، الاهلي كان افضل بكتير، ودي شيء منطقي جدا. فرق الكواليتي بين اللعيبه يعني باين زي الشمس. ف هارد لك لجماهير نادي الزمالك، هي الخاسر الوحيد في الليله دي كلها، ومبروك للنادي الاهلي وجماهيره، استحقتوا الفوز، وان شاء الله بنتمنى لنادينا الاحسن. وتجربه جون ادوارد لو ما تعدلتش، احنا متشكرين جدا، بنوجه لك الشكر وحظ سعيد في مرة تانية ان شاء الله. اتمنى من مجلس ادارة نادي الزمالك تحرك سريع ايجابي بس. سلام عليكم.